ويا مساء السعادة عليكم جميعا. إذا جيتكم وقلت لكم والله إيمان الجميري عندها كنز، إيش راح تراود في بالكم؟ راح تتراود الأفكار الثمينة، الأشياء الثمينة، لأنه كنز مرتبط بحاجة ثمينة، شيء كبير. هذا الكنز مو أي أحد يمتلكه. فتخيلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أنا دائما أقول لكم جميع الأذكار مفيدة، وجميع الأذكار لها ثمارها وفضلها، ولكن لم يحدد ذكر، يعني مثلا تاج الذكر، الاستغفار، التسبيح، قال إنها كنز من كنوز الجنة. لا، الحوقلة كنز من كنوز الجنة، والكنز شيء ثمين وعظيم عظيم عظيم. فتخيلوا كمان إنه من الجنة. يا سلام، ما شاء الله. قصص الحوقلة كثيرة 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 كثير. نسمع اللي تيسرت أمورهم، اللي ربي يعني فتح لهم أبواب الفرج، اللي ربي أعطاهم الراحة النفسية وإنشراح الصدر. طيب إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كثير إحنا نفهم إنه يعني إنه أي شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، مو بس أي شيء. يعني أكبر دليل، أنا الحين لما أتكلم معاكم ماسكة الجوال بيدي، هذه بحول الله، مو بحولي أبدا نهائيا. الله خلق لي يدين الحمد لله، وخلاني قادرة على التحكم فيها، واني امسك الجوال واتكلم فيه. غيري ما حد يقدر يمسك الجوال، غيري مرمي بالمستشفى، غيري ما عنده يدين، غيري ما عنده لسان مثل ما انا اتكلم ويسمع ويتكلم، لا اصم وابكم. فهذه نعم كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها بحول الله وقوته. ورقة واحدة تسقط في الارض الله يعلم فيها، وهي بحول الله وقوته. جلوسي في هذا المكان وحديثي معاكم هي بحول الله وقوته. يعني لا لنا ولا شيء. يعني انت هنا اعتراف العبد بعجزه عن قيام أموره. عند ترديد الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهنا أنت جالسة تتوسلين لله سبحانه وتعالى، وتقولي له كأنه أنت جالسة تقولين: يا ربي أنت القوي، يا ربي أنت القادر، يا ربي أنت رب المعجزات، يا ربي أنت رب المستحيلات، يا ربي أنت رب الأمنيات، يا ربي أنت المستجيب، أنت اللي بتفتح لي، أنت اللي بتيسر لي، أنت اللي بتسوي لي. إيه لا، أنت كذا، أنت جالسة توصلين لله لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وتدبيري إلى حولك وقوتك. هذه كمان حوقلة. طيب تقدرين مع الحوقلة تضيفين اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. مثلا أنت تبين الشفاء، لا حول ولا قوة إلا بالله الشافي. تبين الرزق، لا حول ولا قوة إلا بالله الرزاق. لله الأسماء الحسنى، وقال لنا ربي الأسماء الحسنى له فأدعوني بها. فأنت هنا ربطتي اثنين: ذكر الله كنز من كنوز الجنة، مع دعائك باسم من أسماء الله الحسنى. اجعلي بينك وبين الله عمل لا يعلمه غير الله، حتى لو كان بسيط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش أعمال الخبيئة؟ كل حاجة ترضي الله سبحانه وتعالى خبيئة. مثلا ذكر، صدقة خفية، عمل خير يحبه الله، إماطة أذى عن الطريق، حفظ القرآن. شيء أنت تسوينه لرضا الله سبحانه وتعالى ما يعرف عنه أحد، لا زوج، لا أم، لا أبو، لا أولاد، شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه اسمها خبيئة. عشان إذا ضاقت فيك الدنيا، كفرت بوجهك، تفعلين كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش كان يسوي؟ كان على طول يروح يصلي صلاة ركعتين ويدعي الله ويتوسل وبأعمال الخبيئة اللي هو سواها لله سبحانه وتعالى، مثل مساعدة محتاج، أيتام، إماطة أذى عن الطريق، اللي قلت لكم كل شيء يرضي الله سبحانه. هذه خبيئة بينك وبين الله سبحانه. تروحين تصلي الركعتين، تقولين: يا رب أنا عملت هذا العمل خالص لوجهك الكريم، وإن كان قد رضيت مني فإني أسألك يا رب أنك تفرج عني ما أنا فيه يا رب، بسبب خبيئتي هذه وبعملي الصالح هذه. ولا تستعجلون باستجابة الدعاء، بيجيكم الفرج بالوقت المناسب. الصحابة كانوا يتسابقون على الخبيئة، ما كانت لا تعرف زوجته وش يسوي، ولا صديقة، ولا شيء بينه وبين الله تماما. المشاريع هذه اسمها، أو هذه الأمور الخبيئة اسمها مشاريع خفية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه مشاريع تفيدك بالدنيا وبالآخرة. المشاريع الخفية إنه بينك وبين الله سبحانه وتعالى سويتي عمل مثلا وشافوه الناس، ما حد يعرف إنه والله أنت صاحبة الفكرة أو صاحبة العمل، أو لا، بينك وبين الله، مش إعادة تغريدات ولا كاميرات تصورها وما تتكلمين فيها مع أحد نهائي. هذه خبيئة صالحة.